السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة؟ معاكم من مطبخ ام سيد للاكلات الشعبية. هنقدم لكم اكلة سريعة النهاردة، اكلة الكشري الاصفر. زي ما حضراتكم شايفين اهوت، حطينا العدس على الرز وقالينا البدنجان اهوت المدحرج زي ما انت شايفة بالمنظر ده كده. حطينا الحلة على النار، بس قبل ما نبتدي سمعينا بالصلاة على النبي. يلا بقى هنبتدي. حطينا الحلة على النار يا بنات، هنحط فيها الزيت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايفه كده، ما تكتريش زيت. احنا حاطين كيلو رز وعليه نص كيلو عدس لحاجات بسيطه. هنبدا نغسل الرز بتاعنا. الزيت اتقدح معانا اهو يا بنات زي ما انت شايفه. هنبدا نحط معلقه الملح الاول زي ما احنا متعودين بالمنظر ده كده. بسم الله. هنحط معلقه الملح الاول اهي. نبدا نحط الرز بتاعنا. بسم الله. لو عايزه تحط ميه سخنه برضو حط، مش عايزه حط ميه من الحنفيه عادي. الكشري الاصفر ده كذا طريقه يا بنات على فكره. انا بعمله من غير طشه ثوم، في ناس بتعمله بعد ما خلاص بينشف خالص ويقرب على السوا، استوى خلاص، بتروحي جايبه فصين ثوم مقشراهم وتروحي دقاهم كويس وتجيبي شويه زيت صغيره تحطهم على النار وتعملي طشه الثوم زي طشه الملوخيه بالظبط، وبعد كده تحطها على الرز بعد ما بيستوي وتقلبي بقى الرز كله في بعض، بيبقى طعمه كويس جدا. بس انا عند الاولاد ما بحبوش الثوم على الكشري. لا اله الا الله سيدنا. بص انا ظابطه الميه بتاعته اهيت، القعد بتاعه ظبطاه. هتدوقيه برده كده تشوفي محتاج ملح ولا لا. مظبوط. نغطي بقى ويستوي براحته.